السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامج بصراحة وبوضوح. اتكلمنا الحلقة الماضية عن مشكلة السيدة المحترمة الأستاذة إيناس الشحات وإساءة الأستاذة بسمة لها بألفاظ خارجة عن الحياة العامة والأخلاق المصرية. الحلقة النهاردة حلقة تكميلية بسيطة جدا. أنا طالع أتكلم لأنه طبعا أنا شفت بعض التعليقات على الفيديو أو على الحلقة الماضية، فأنا طالع أعلق عليهم تعليق بسيط جدا. مش كل واحد بيعمل في مجال يبقى بيفهم فيه، ومش كل واحد مربي كلب يبقى هو المقصود بالكلام اللي أنا بقوله. أنا بتكلم على اللي بيدعوا الرفق بالحيوان. أنا بسأل قيادات الدولة بحكم إن أنا عايش في دولة مؤسسات، ما هو الرفق بالحيوان؟ قعدنا فترة طويلة جدا من أيام ثورة 30/6 لغاية النهاردة، ومن ثورة 25 يناير لغاية ثورة 30/6 ولغاية النهاردة كنا بنسمع أنا حقوقي، أنا عضو منظمة حقوق إنسان، وطلع 90% من الأعضاء اللي يحملوا كارنيهات منظمات حقوق إنسان لا يعرفوا أي شيء عن القوانين الدولية أو مواثيق حقوق الإنسان. النهاردة أنا طالع بشكر كل الناس اللي علقت عليا في الحلقة الماضية، وبشكرهم كتير إن كان بالإساءة أو بالشكر. كل واحد قدرني لازم أشكره إن كان على الإساءة أو على الشكر. ثانيا، أنا طالع أتكلم من منظور تاني خالص غير اللي الناس بتتكلم فيه. أنا بخاطب السادة المسؤولين في مصر، إن كان أعضاء مجلس النواب، أو إن كان معالي وزير الداخلية، أو إن كان مساعد أول وزير الداخلية للأموال العامة. يوجد ناس بتلم تبرعات تحت مسمى الرفق بالحيوان. أنا مش عارف هم جايبين ده منين، وبقت موضة على أروقة الإنترنت، إن كان في برنامج اليوتيوب أو برنامج من اللايفات، إن كان تيك توك أو غيره، أو على الفيسبوك بيطلعوا يقولوا إحنا بنتكلم باسم الرفق بالحيوان، وبيهاجموا الدولة وبيهاجموا مؤسسات الدولة عشان الرفق بالحيوان. لكن الناس اللي بتربي كلاب في بيوتها، الناس اللي بتراعي الكلاب في بيوتها، دي حاجة مشكورين عليها. أنا ما بتكلمش في ديت خالص، أنا بتكلم على الناس اللي بتسوق سمعة بلادنا تحت كلمة الرفق بالحيوان. عايز أكد على نقطة مهمة جدا، إن أنا سألت وبحثت في كل الأديان السماوية، التوراة والإنجيل والقرآن، إن لا يوجد عقوبة نزلها ربنا سبحانه وتعالى لبيئة الكلب أو بيئة القطة، ملهاش عقوبة دينية. فأصبح مفيش مدلول ديني على قتل الكلاب أو قتل القطط، ملهاش عقوبة ولا دينية. ولو في حاجة يا جماعة يا ريت حد يطلع يقول لي فين الآية وآية رقم كام. أحب أن أؤكد مرة ثانية، وده اللي أنا طالع له النهاردة لأنه لمس وجداني ولمس قلبي، كلام شاب في مقتبل العمر ما يتعداش ال 11 سنة أو ال 12 سنة، ابن السيدة المحترمة إيناس الشحات، وهو بيحكي إيه اللي حصل معاهم. وده اللي أنا طالع بسببه النهاردة، إن إحنا عايزين نسمع الشاب دوت وقد إيه والدته اتهانت قدامه بالألفاظ، بالتعدي بالألفاظ. ويمكن إحنا سمعنا في الحلقة الماضية جزء من الأستاذة بسمة قالته للأستاذة إيناس، واتعمل بيه محضر في مباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة.
النهارده انا طالع عشان نسمع مع بعض ابنها وهو بيحكي ايه اللي حصل. انا خايف من حاجه واحده بس، ان بعد الاهانات اللي بتحصل على اروقه الانترنت يبقى الشباب يتنقل لهم جزء من لا مبالاه في حب الوطن. ان انا بشوف والدتي بتتهان وما بيجيلهاش حقها، اصبح هيبقى يوجد لا مبالاه في حب الوطن اللي احنا بيلمنا كلنا. وبأكد المرة التانية إلى رجال الدين جميعا، يهود ومسيحيين ومسلمين، حد يطلع يقول لي هل في عقوبة على قتل كلب أو على قتل قطة؟ فأتمنى الرد. خلونا نسمع ابن الأستاذة إيناس ونرجع تاني. I'm the son of the woman falsely accused of poisoning dogs. أنا ابن الست اللي متهمة بتسميم الكلاب. أنا هحكي لكم الموضوع باختصار عشان أعرف فين حق أمي. إحنا كنا جايين من نادي وادي دجلة الساعة 9 مساء. لقينا مجموعة كبيرة من الستات والرجالة. فأمي استغربت ليه التجمع ده، فأمي بتسألهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا لها احنا بنأكل الكلاب. قالوا لها راحت أمي قايلة لهم انتوا بتأكلوا الكلاب؟ ده أنا بنتي مش عارفة تنزل من باب البلكونة، ازاي بتأكلوا الكلاب؟ واحنا للمعلومة احنا في الدور الأرضي. فقالوا لها يعني انت بقى اللي عاملة شكاوي علينا في الوزارة وفي إدارة المرشدي؟ قالت لها أنا اللي عملت وهعمل. فاشتد الكلام ما بينهم، وأمي اضطرت إن هي تروحنا أو تبعد عنهم. فأمي بتمشي بالعربية، راحوا جري ورا العربية. فأمي اضطرت إن هي تقف عشان ما تبانش إن هي خايفة. وأمي ما بتخافش من حاجة. أمي ما بتخافش من حاجة إلا ربنا. أنا أمي مش هتخاف من الناس. فأمي وقفت. لما أمي وقفت شتموها بألفاظ أنا أول مرة أسمعها، ألفاظ إهانة لأمي. واحدة من اللي كانوا واقفين في المجموعة قالت لي أنا هحبسك أنت وأمك. فعشان أمي عشان ما اشتدش الكلام ما بيني وما بين أي فرد من المجموعة اللي كانت واقفة، وكانوا كلهم للعلم ضد أمي. أنا أمي كانت لوحدها. فأمي دخلتني العربية وحبستني في العربية، وكانت أختي معانا. حبستني في العربية عشان أختي ما تسمعش الألفاظ دي، وعشان أنا ما يشتدش الكلام ما بيني وما بينهم. وأول ما أمي حبستني في العربية، أمي اتصلت بالنجدة وفضلنا واقفين مستنيين النجدة. لما النجدة جت، أمي قدرت إن هي وصلتنا البيت وقفلت علينا بالمفتاح. أنا عايز أعرف دلوقتي فين خصوصية أمي؟ أنا أي حد كده يصور أمي في الشارع ويقول عليها كلام؟ إزاي أنا في بلدي مش حاسس بالأمان؟ إزاي في بلدي الناس تصور أمي ويتهموها بحاجة وهم مش عارفين إن هي عملت كده؟ إزاي يتهموها؟ إزاي أنا ما احسش بالأمان في بلدي؟ وإزاي أتصور في بلدي؟ وازاي اشوف امي بتشتم بالكلام ده في بلدي؟ فين الامان اللي عاملاه حكومة مصر؟ فين؟ انا ازاي قاعد في دولتي في بلدي في مكاني ومش حاسس بالامان وامي بتتشتم قدامي؟ ازاي؟ وكذا واحدة كلهم ضدها، كلهم 20 أو 30 واحد مرة واحدة لقيناه قدامنا ضد أمي، وأمي لوحدها.
ازاي؟ لو سمحت توصلوا الفيديو ده لأعلى الرتب، وعايز حق أمي. أنا الفيديو ده عامله من ورا أمي بسبب إن أنا مش حاسس بالأمان. أنا خايف على أمي. أنا خايف على أمي. ازاي يا جماعة؟ يعني أنا أمي تتصور وتتنزل على النت من غير ما حد يستأذنها؟ انتوا ترضوها على اهلكم، انتوا ترضوها على ولاياكم؟ امي واختي يتصوروا وانا اتصور كمان وينزلوا على النت؟ هل حد يرضاها؟ ازاي يعني يكون في ناس بتأكل الكلاب قدام بيتنا؟ ازاي؟ ده انا مش عارف انزل من بيتي انا واختي نروح المدرسة. ليه؟ بسبب كلاب؟ وهم مستفيدين. ده هم بيفتحوا السلك اللي على سور الكومباوند عشان يدخلوا الكلاب منه. انا ازاي نستعمل حاجة زي دي؟ ازاي؟ بعد ما سمعنا وشفنا ابن الأستاذة إيناس وهو بيحكي لنا ما حدث معهم، أتمنى تدخل وزير الداخلية بالقبض على المتهمين أو اللي أساءوا التعامل مع السيدة الفاضلة إيناس الشحات. معالي السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية للأموال العامة، أتمنى الاهتمام بذلك ملف وهو يدعى الرفق بالحيوان ولم التبرعات عن طريق أروقة الإنترنت للرفق بالحيوان. وأؤكد من هنا بأؤكد إنه هم بيلموا تبرعات للرفق بالحيوان. طيب ولجان الزكاة اللي بتصرف على الناس اللي بتساعد الأرامل ما بنعرفش نلم لها تبرعات، فده يسيء لشكل مصر خارجيا. عايزين ننتبه للجزئية دي، مهمة جدا، ان اي اساءة ما بتحصلش في أسامة ولكن بتحصل لسمعة بلدنا. لا انسى ان اقدم الشكر لكل واحد دخل قال لي كلمة، ان كانت سب وقذف ليا او ان كانت تعقيب عليا او ان كانت شكر ليا. انا بشكر كل الناس وسعيد جدا بتفاعلكم معي. اشكركم والى حلقة قادمة ان شاء الله لرفع وتقديم كل ما هو مستندات وصلت لنا عن التبرعات الآتية من الخارج باسم الرفق بالحيوان. السلام عليكم.